السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين في أحسن الأحوال ومرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نوجد معكم طورطة سهلة بتقديم جديد وراقي. نتمنى الوصفة تعجبكم. نمشيو نبداو على بركة الله. غادي نبداو بسم الله. غادي ندير البسكويت وغادي ندير التمر. هنايا طحنتهم، زدت واحد 3 تمرات. ضروري ما خاص التمر يكون شويه معسل باش تجمع لينا ديك البسكوي. اللي ما بغاش يدير التمر يمكن ليه يدير الحليب المحلى ولا الزبده. غادي ناخذوا فين غادي نديروا هاد الطورطه. غادي نسرحها مزيان في القاع، ندوز نحطها في الثلاجه. غادي ناخذ فيلادلفيا، هنايا عندي فيها 350 غرام. غادي ندير غير واحد 200 تقريبا 250 غرام. غادي نركب هذه. قلت لكم تخدموها بالطراب العادي. غادي ندير واحد 200 مليلتر ديال القشطه الطريه. ندير واحد المعلقه كبيره ديال كريمه ديال البيستاتشو. غادي ندير واحد المعلقه ديال السكر كلاصي حيت البيستاج حلو. غادي نزيد واحد 4 كاس ديال الحليب. غادي ندوز نخلطهم. كما قلت لكم يمكن لكم ديروها غير بالطراب، انا حيت عندي هذه موسقه غادي نغسلها وانا نخلط فيها. هنا الخليط وجد. غادي نجيب البسكوي ديالي وغادي نحطو من الفوق ونعاود ندخلها للثلاجه. غادي نخليها انا الليله كامله في الثلاجه حيت درت القشطه الطريه كانت عندي على برا، ما كانتش عندي بارده في الثلاجه. نتوما الا بغيتو ديروها ضروري ما تدخلوها للثلاجه تكون بارده باش تطلع لكم مزيان. هنايا خديت الورقه د البسطيله، غادي ندوز نقطعها هكا دوائر. خديت انا غادي ندير 4 الوراق، يمكن لكم ديروا الطبقات اللي بغيتو. غادي ندوز نقطعها القياس ديال المول ديالي. بالنسبه لهادو يمكن لكم دهنوهم بالزبده وتدخلوهم للفران تكرملوهم، ومن بعد تفرتوهم وديروهم فوق شي تحليه كما كنت حطيت معكم واحد التحليه بحال هكاك. غادي ناخذ شي طاوه د الفران، غادي ندوز ندهنهم بالزبده. غندير وحده على وحده. غادي ندوز نقطعها. نحاولوا نقطوها مقاده.
غادي ندخلها للفران اللي شاعله على 200 درجه من التحت ومن الفوق. من تقرمش ليا غادي نحيدها. انا جبتها من الفران، وهنايا عندي هذاك السيروم اللي كنت درت معكم نهار درت معكم كورني ديال الورقه ديال البسطيله وعمرت بالكريمه. بقى ليا غادي ندوز مباشره، غادي نديرو عليها. نخليها تشرب هاد السيروم ونخليها تبرد. هنايا غادي ندوز نحيدها من المول. غادي ناخذ الكريمه ديال البيستاج وغادي نديرها هكا من الفوق. غادي نقادها. غادي نجيب الورقه وغادي نحطها هكا من الفوق. خاصها تكون كلها مقرمله كما شفتوا، تكون كلها محمره باش ما تبقاش خضره. عندي البيستاج غادي نديرو هكا في الجناب. غادي ندير شويه ديال الورد. هذا هو الشكل ديالها النهائي، تيجي المذاق ديالها زوين والديكور حتى هو. نتمنى تجربوها وتعجبكم، ما راها سهله في التحضير. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده. نهاركم مبروك والى اللقاء.